اسمحوا لي أن أقدم السيد نقيب الفنانين المشاهير حسن وصفي في كلمة مختصرة عن هذا المعرض بصفته نقيبا تشكيليا. بشكر زملاء المنصة. الفنان برطش حقيقة شفت الأعمال النهارده وفهمت إن هو المعرض ده تقريبا حوالي سنتين شغال فيه، يعني ده اللي أنا عرفته. الميزة إن طبعا هو اختار موضوع الشجر عن أصل الحياة، يعني الحاجة اللي هي حتى بعد ما بتموت هي معانا، يعني معنى تموت يعني إيه؟ إن هي بعد ما تستخدم للزراعة ممكن تبقى أخشاب، هتفيد البيت، هتفيد الاماكن، فهي يعني ممتده. الفكره اساسا الشجره ممتده. الحاجه اللي عجباني في اعمال الفنان برطش انه ما عندوش باليت لونيه رابط نفسه بيها، يعني احنا هنشوف كل لوحاته استخدم كل الالوان المتاحه بكل افكارها وكل درجاتها، يعني ما ربطش نفسه على باليت محدده. اعماله كمان تميل الى شغل الجرافيك شويه، ممكن تبقى تحس ان هي اكنها اجواء طباعه، بل هو يتعدى القشره الخارجيه للشجره المفهوم الطبيعي بتاع الشجره، بحيث انه عمل دراسه لنفس الشجره بتشكيلاتها وتكويناتها، وزي ما قال الاستاذ احمد الجراني ان هو يعني وكانه مثلا معاه ميكروسكوب طلع بره القشره ويدخل في التكوينات الصغيره للجزيئات. فهو حقيقه احسن جدا الفنان برطش انه وصل بالجهد ده وبالفكر ده وبالدرجات اللونيه دي وتناول الموضوع، ان قدر ان هو ياخدنا العالم يعني في الطبيعه الواحد يقدر يعيش معاها مساحات وقت. هو اكيد طبعا خد منه مساحه كبيره قوي تجهيز المعرض ده. انا بحييه وانا لا اطيق في اي كلمه. تحياتي لكم جميعا.